الظالم والمظلوم. لما إلهام شاهين بتترمي من فوق بيبان جدا إنها عروسة. واللي بعت لنا الخطأ ده منى عمان، الولد الصغير اللي شايلاه إلهام شاهين، اللي هو اسمه مرسي. في اللقطة دي بيبقى طفل، واللقطة اللي بعدها بيبقى طفل تاني خالص. في آخر الفيلم لما أبوه مات، نور الشريف حط إيده تحت دماغ أبوه اللي هو نور الشريف برضه، كان لابس في إيده ساعة. ولما الكاميرا جابته من الكادر التاني عشان هو أصلا دوبلير، الساعة اختفت من إيده. واللي بعت لنا الخطأ ده نور الشريف بيلبس لبس شيخ علشان يحاول يخطف الدكتورة، وبيفضل مستنيها عند العربية بتاعتها، ولما بتيجي بيخترع لها أي فيلم علشان يركب معاها، وفعلا بيتركبوا معاه. لكن وأثناء ما هما بيركبوا بيبان المايك على الإزاز بتاع العربية. الإزاز بتاع العربية. واللي خد باله من الخطأ ده وبعته لنا أبس موب بعد ما نور الشريف بيخطف مرات ابنه، واللي ما يعرفش إنها مرات ابنه بياخدها بالقارب وبيوديها الحتة دي. لما بتفوق بتروح تجيب من الشنطة حاجة، والمفروض إن في صورة بتقع منها، ونور الشريف بيكتشف من الصورة هي مين، مرات ابنه يعني. بس وهي بتطلع الحاجات بيبان إنها بترمي الصورة مخصوص وبشكل متعمد، مش إنها فلتت منها بالغلط. لما نور الشريف بيهجم على يوسف داوود وجمال اسماعيل ما بيعملوش اي حاجه غير ان هما بيطلعوا لسانهم، ما بيحاولوش يدافعوا عن نفسهم ولا بيزقوهم. ولما بيسيبهم وبيروح يضرب الكومبارس بيفضلوا واقفين برضه لحد ما بيرجع لهم تاني، وما بيعملوش حاجه برضه غير ان هما بيطلعوا لسانهم. واللي خد باله من الخطأ ده علاء خيري، هنا بيطلع سكينة كبيرة عشان يذبحوا بيها. بيقوله يستنى عشان مش هيموتوا بيها دلوقتي، وبيقوله يقلع هدومه عشان هيكتفه ويربطها في أكرة الباب علشان اللي يفتحه يذبحه. بس في اللقطة اللي بعدها بنلاقي السكينة تختلف تماما، ده حتة اخرمها ازاي يا كابتن؟ بعد ما نور الشريف بيطلع من عند جمال اسماعيل بيثبت واحد بموتوسيكل كان واقف في الإشارة بالصدفة عشان ياخد من الموتوسيكل، بس وهو بيضربه مش بس بيبان ان الكومبارس بيصدر له راسه عشان يضربوا عليها من قبل ما يبتدي يضربه، لكن بيبان ان الكومبارس عمل مصيبة تانية، لدرجة ان في جزء من المشهد اتاكل في النص عشان يداروا الحاجة اللي هو عملها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو دي اول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.